السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في منصة دوت مير. النهاردة إن شاء الله هناخد حلقة مهمة جدا، أخطاء شائعة بتضيع مجهودك في المذاكرة. أول حاجة، ما ينفعش اليوم اللي أنا هذاكر فيه أكون مش محددة أنا هذاكر إيه. بمعنى أنا هذاكر يوم السبت، خلاص أنا قررت إن أنا هذاكر يوم السبت، فيوم السبت ده معروف أنا هذاكر ايه المادة اللي هذاكرها، والمصادر اللي عندي تكون موجودة. يعني مثلا انا هذاكر محاضرتين او 5 محاضرات، يبقى ال5 محاضرات موجودين عندي. ليه يا دكتور؟ لاني لو انا مش محددة او عاملة خطة قبليها على الاقل بيوم، انا ممكن اليوم ده كله يضيع. اللي انا لسه هقرر يا ترى اذاكر تمريض بالغين، اذاكر كيمياء حيويه، اذاكر انجليزي، اذاكر كذا. فانا لازم اكون محدده على الاقل من قبليها بيوم انا هذاكر ايه، وبناء عليه المصدر اللي انا هذاكر منه يكون موجود معايا. دي خطوه مهمه جدا. كوني معيش المحاضرات، انا ممكن حرفيا اخد اليوم كله بتصل بزمايلي وبسأل ايه هي المحاضرة ديت، اصورها منين، طب المحاضرة دي نزلت ولا لا، طب المحاضرة دي في الكتاب ولا لا. فخطوة مهمة جدا عشان ما تضيعش مجهودك على الفاضي، اكون مخططة قبليها بيوم انا هذاكر ايه، والمصدر اللي انا هذاكر منه موجود معايا، وواثقة ان كل حاجة موجودة على المذاكرة بالظبط. ايه الخطوة التانية اللي ممكن بتضيع مجهودنا على الفاضي؟ المذاكرة السلبية. يعني ايه المذاكرة السلبية؟ انا كنت عاملة حلقة مهمة جدا على انماط التعليم. كلنا بنختلف عن الاخر في نمط تعليمنا. يعني انا بذاكر المحاضرة قدامي اهي، في حد بصري، فالبصري يهتم جدا ان هو يكتب ويشوف بعينيه، هيلقط اكتر. طيب في حد سمعي، فلو انت شخص سمعي لازم وانت بتذاكر تتكلم وتسمع نفسك. لو انت شخص حركي لازم، ما ينفعش تقعد على مكتب، الحركي ما ينفعش يقعد على مكتب. هتقعد 5 دقايق اللي انت تحفظ فيهم وتتحرك. اتحرك ازاي؟ يعني هحفظ جزء معين، مثلا الديفينيشن حفظته، قعدت ال5 دقايق دول حفظت الديفينيشن بتاعي. اعمل نفسك كأنك بتشرح لحد وتحرك كأنك بتشرح لحد، صدقني المعلومة هتثبت اكتر. المذاكرة السلبية من اكتر المشاكل اللي بتضيع مجهودكم. لازم تعرفوا انتوا نمطكم التعليمي ايه. هعرفها ازاي؟ بالممارسة. هتعرف تقدر تركز او تلقط انا نمطي ايه. قلت لكم قبل كده ان انا قعدت فترة كبيرة عبال ما عرفت نمطي التعليمي. انا شخص بصري، فمجرد اشوف حتى الكلام بعينيا هقدر القطها. لكن لو حد قاعد يكلمني كده، المعلومة مش بتثبت معايا غير لما بشوفها بعينيا. فدي نقطة مهمة جدا. طيب ايه تاني؟ المذاكرة في مكان غير مناسب. ان انا مثلا قاعدة قدام التلفزيون، معايا الموبايل بتاعي، قاعدة في مكان فيه دوشة، فانا بتعب نفسي على الفاضي. انا بعمل ايه؟ انا مجرد بستهلك وقت وبستهلك طاقتي على الفاضي. فوجود مكان مناسب، في بلكونة هادية، مش شرط يعني يبقى عندي مكتب، في اي مكان بس مكان هادي مفيهوش تشتت كتير عشان اقدر اركز، والساعة والساعتين اللي انا نويت اذاكرهم اطلع بحصيلة كويسة. طيب ايه تاني ممكن يضيع مجهودي؟ ان انا اعتمد على الحفظ فقط. الحفيظة ما بيوصلوش، الحفيظة ما بيوصلوش، وبقولها مليون مرة ومليون خط، الحفيظة ما بيوصلوش. احنا دلوقتي بقى عندنا في الامتحانات MCQ true or false، فبتعتمد على فهمك اكتر ما الحفظ. طبعا في سؤال مقالي ومهم جدا جدا ان احنا نحفظ ونكتب بايدينا، ولكن بعد ما نفهم. ما ينفعش تحفظوا حاجة الا بعد ما تفهموها. كونك فهمت الجزئية دي اللي انت ذاكرتها، صدقني 30% هتثبت من في دماغك، غير اللي هو حافظ. هيجي يقول لك ايه؟
قول لي بس الكلمة دي وانا اجيب اللي بعديها. طب افرض اتسألت سؤال indirect، سؤال فيه brainstorming، هتعمل فيه ايه؟ فلازم نفهم الاول قبل ما نحفظ. فخلوا بالكم حاجات بسيطة، صدقوني لو ابتديتوا تطبقوها هتلاقوا نفسكم بذاكر ساعة أو ساعتين بس هلاقي فيه حصيلة كويسة، لا ده أنا ابتديت أحل كويس، لا ده أنا بقيت أجيب تقدير كويس. ففي حاجات بسيطة جدا لو خدنا بالنا منها هتفرق معانا، وهتفرق في التقدير بتاعنا.